معايا 3000 جنيه واتصرفي لي واعملي لي، ماليش فيه اتصرفي، انا عاوزه اجيب ميزانيه واظبط ميزانيتي وكمان اشيل لي رمضان. طب انا عايزه اقول لكم بقى ان الفيديو ده فيه كميه افكار. عارفين لما تكونوا مثلا جايبين ايه قبل الامتحان بيوم، فانتوا حاطين كميه افكار في دماغكم بتدسوا المنهج كله قبل ما تيجي تخشوا الامتحان. طيب الفيديو ده او الافكار اللي في الفيديو ده والله حاطه لكم كل الافكار الموجوده عندي، بجانب طبعا في برضو افكار بس لازم اوريها لكم عملي، بس انا متوصيه بيكم قوي 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 في الفيديو ده. تمام. صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح الياسمين ويا صباح الشربات ويا صباح الرضا ويا صباح الكلمة الحلوة اللي بتتقال كده في بداية اليوم فتخلي يومنا كله حلو. صباحكم زي الفل، صباحكم قشطة، صباحكم أبيض زي قلبكم. عايزة أقول حد علق لي وكل واحدة زي السكر. على فكرة انتوا بترشوا كده في الفيديو، انتوا بترشوا في الكومنتات سكر، ما بترشوش تعليقات والله العظيم. بجد حابة اشكر كل حد بيعلق لي تعليق حلو، والتعليقات كده بتبقى يعني بجد من قلبكم. فانا بحبكم جدا جدا جدا، وربنا يخليكم ليا ويخلي لي لسانكم اللي زي السكر. تمام. عايزه اقول لكم ان انا النهارده جايبه لكم فيديو خطير خطير خطير. بس عايزه كده قبل ما ابدا نصلي على النبي بالصلاه الابراهيميه، او ما ننساش ان احنا نقول الصلاه على النبي بالطريقه الابراهيميه. طيب ليه ما نقولش بالطريقه العاديه؟ لان والله العظيم بالطريقه دي حلوه والطريقه دي حلوه، بس انا لقيت ناس مجربه الطريقه التانية اللي هي الطريقه الابراهيميه وبيصلوا على النبي بالطريقه دي، وبتبقى جواهم مثلا نيات. حطي نيه جواكي او حطي حاجه انت نفسك تحققيها وجربي الطريقه دي. انا بقى عايزه اقول لكم كنت مثلا اقول لا عادي انا ممكن اصلي على النبي بالطريقه العاديه، بس بجد بجد لما جربت الطريقه الابراهيميه والله العظيم انا بقول لكم اهو، والله في حاجه حصلت معايا كنت بتمناها والحمد لله اللهم بارك حصل، يعني تمت معايا. تمام. وفي حد برضو كان قدامي كان في دقيقه رهيبة، دقيقة رهيبة، ربنا يا رب ما يوقعنا في دقيقة أبدا. والله العظيم ربنا فرج كربه، وبجد بجد الدنيا اتسهلت معاه يعني. فبقول لكم ان قد ايه بجد بجد الطريقه طريقه الصلاه الابراهيميه مع ان انت تحطي نيه كده وانت بتصلي على النبي. فبجد بجد والله يا جماعه انا مجرباها، مش هقول لكم على حاجه كده وخلاص. تمام. فطب الناس اللي ما تعرفش بتتصلى ازاي، طيب بقول كأني بقول التحيات وبقول انك حميد مجيد، بقولها كده اول مرة بس، وبعد كده طول ما انا بقول من غير انك حميد مجيد. ومن جواكي بقى حطي اي نية انت نفسك فيها، وربنا والله العظيم والله العظيم بإذن الله هينفذها لك. زي ما انا كنت بقعد اقول طب هصلي على النبي وخلاص، انا يعني انا مش عارفة الطريقة دي اول مرة اسمع عنها، بس انا في العادي بصلي على النبي بالطريقة العادية، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا افضل خلق الله. بس كنت بدأت بقى ان انا اقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأقول بقى التحيات كده كاملة، وأحط من جوايا نية. بصوا يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد على الطريقة دي، مجربة جدا. عندك بقى كرب، نفسك حاجة تتحقق، نفسك أي حاجة تحصل، حاجة بتتمنيها تحصل لك، نفسك ربنا يغير حالك من حال لأفضل حال، كل اللي انتوا عاوزينه يا جماعة صلوا على النبي. وانتوا بتصلوا على النبي بالطريقه الابراهيميه حطوه كده في نيتكم، وباذن الله ربنا هيكرمكم والله وهيفرج كربكم من وسع. يا رب فرج كربنا كلنا يا رب، وغير حالنا من حال لافضل حال، وارزقنا يا رب سعاده وفرحه يا رب يتعجب منها اهل السماء والارض. تمام. مش عايزه ان انا اطول عليكم، انا اسفه والله العظيم، بس قلت ان انا اقول لكم الفكره دي بجد بجد حلوه قوي وانا جربتها. تمام. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين بقى طبعا نخش من غير بقى كلام كتير، مش عايزه ان انا اطول عليكم، فيلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا عاوزه اعمل افكار لكل الميزانيات. اتصرفي. انا معايا 2000 ونص، انا معايا مثلا، انا معايا 2000 ونص، انا معايا 3000 جنيه، او انا ميزانيتي 3000 جنيه، ميزانيتي 2000 جنيه، ميزانيتي 1000 ونص. يا ست الكل انا هقول لك على افكار تنفع لكل الميزانيات. عاوزه اقول لكم ان انا متوصيه بالفيديو ده غير الفيديو اللي فات تماما. يعني اللهم بارك اللهم بارك، الفيديو اللي فات
جايب ما شاء الله داخل على 6000 مشاهده، وانا مبسوطه لان انا يعني القناه لسه جديده، وما شاء الله فيديو ضرب كده، فانا مبسوطه جدا جدا جدا. وادعوا لي يا رب يكملها لي على خير، والقناه بتاعتي تكبر، والقناه بتاعتي هتكبر بيكم انتوا. يعني انا والله العظيم هقول لكم برضو في فيديو جاي ايه اللي حصل معايا او ايه الظروف اللي انا كنت بمر بيها. فيمكن ربنا حاول ان هو يعني حابب ان هو يفرحني، فيا رب يا رب يكملها لي على خير، والقناه تكبر. واهم حاجه ما تنسوش بقى اللايك الصغنون خالص ده اللي ممكن يفرق في حياه حد، او كومنت كده يبقى زي السكر زيكم. ربنا يا رب ما يحرمني من لايكاتكم ولا كومنتاتكم اللي زي السكر. طيب انا دلوقتي معايا 3000 جنيه، واتصرفي لي واعملي لي، ماليش فيه اتصرفي. انا عاوزه اجيب ميزانيه واظبط ميزانيتي، وكمان اشيل لي رمضان. طب انا عايزه اقول لكم بقى ان الفيديو ده فيه كميه افكار. عارفين لما تكونوا مثلا جايبين ايه قبل الامتحان بيوم، فانتوا حاطين كميه افكار في دماغكم بتدسوا المنهج كله قبل ما تيجي تخشوا الامتحان. طيب الفيديو ده او الافكار اللي في الفيديو ده والله حاطه لكم كل الافكار الموجوده عندي، بجانب طبعا في برضو افكار بس لازم اوريها لكم عملي. بس انا متوصيه بيكم قوي 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 في الفيديو ده، تمام. ومش هعمل حاجه وحشه ليكم، او حاجه ان انا هقول لكم بصوا اصل انا جبت كذا، واصل انا جبت كذا بكذا، وهقول لكم اسعار، لان كل بلد بتختلف في سعرها، وكل منطقه بتختلف على حسب سعر المنطقه بتاعتها. الافكار دي بقى افكار النهارده فيها ايه؟ الافكار بتاعت النهارده، الافكار بتاعت النهارده فيها افكار لكل الميزانيات. 2000 ونص، 1000 ونص، 2000 جنيه، 3000 جنيه. فيها افكار لكل الميزانيات اللي هتخطر على بالك، زائد زي ما قلت لكم البوكس بتاع رمضان. يعني كمان هنعمل ميزانيه حلوه، وفي نفس الوقت هنشيل حاجات لرمضان. طيب اول حاجه كده هبدا بيها بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا بالبقاله. في البقاله هنجيب ايه؟ انا يا ست الكل بجيب مثلا في الخزين بتاعي بتاع الشهر، بجيب 4 ازايز زيت. 4 ازايز زيت، حلو الكلام. طيب ال4 ازايز زيت دول انا ممكن اخد ازازه زيت لكل اسبوع. هل ال4 هيقضوني في الاسبوع كله؟ لا. في الشهر كله؟ لا. هعمل ايه؟ اجيب الخزين بتاع الشهر اللي جاي، هشوف كده هلاقي مثلا عندي شويه زيت فاضلين، ان شاء الله ربع ازازه، نص ازازه، زي ما يتفضل عندك. هعمل ايه؟ هقوم واخده النص ازازه دي، وهقوم قافله عليها كويس جدا بكيس او باي حاجه، اقفل عليها كويس جدا، تمام، واحطها في البوكس اللي عندي. خلوا بالكم ان احنا طول ما احنا بنعمل الميزانيه هقول لك خدي جزء وشيليه في البوكس بتاع رمضان، عشان لما يجي كده علينا رمضان ما نكونش مزنوقين، وما نكونش ان احنا مش عارفين نجيب منين. وطبعا الحاجات بتغلى جدا جدا في رمضان، فعايزين ان احنا ربنا يسترها علينا وتكمل على خير، تمام. فجبت ال4 ازايز زيت، فهشيل منهم ازازه، او على حسب زي ما انت تحبي. عايزه تشيلي نص ازازه هشيلها كده في بوكس على جنب. ده بتاع رمضان يا جماعه، او مش هنيجي جنبه تماما، تمام. طيب هعمل ايه؟ اللي انا بقيت بعمله ان انا اي حاجه بقت بتتقلي بقيت بقلل في نسبه الحاجه اللي انا بقليها. يعني مثلا هقلي ناجتس، هقلي بطاطس، هقلي اي حاجه. بقيت بجرب يا جماعه، انا كأن عندي اير فراير في البيت، زي اللي بيقولوا عليه الاير فراير اللي بياخد كميه كهرباء وبيبقى مضر اصلا مش صحي. بعمل ايه؟ عندي الاير فراير بتاعي. الاير فراير الفرن بتاعك، اه والله زي ما بقول لك كده، الفرن بتاعك تقدري تعملي بيه، تقدري تبدعي بيه زي ما انت عاوزه. اجيب الفرن بتاعي، تمام، واحط فيه البطاطس عليها كده شويه زيت، او لو انت بتخزني البطاطس هتسلقيها وتحطيها كده في الصينيه، تحطي عليها شويه زيت وتدخليها الفرن. عندي مثلا ناجتس انا عاملاها عليهم كده دهنه زيت من قدام ومن ورا، وخلاص، او كلهم كده ادهنهم زيت، وابقى حاطه في الصينيه كده من تحت دهنه زيت برضو، وادخلها الفرن. هتطلع لي ناجتس طعمها تحفه، تمام، واحسن من المقليه، وافيد كمان من المقليه كتير. فنوفر شويه في الزيت. لا الحاجه اللي هتتقلي هنبدا ان احنا نحطها في الاير فراير بتاعنا اللي هو الفرن، تمام. طيب انا دلوقتي الزيت اهم حاجه، الزيت والسمنه. طب السمنه طبعا انتوا عارفين ان سعرها بقى عالي قوي دلوقتي، عامله 300 وشويه. ده انا لسه سائله عليها. فمش هينفع بقى، مش هينفع الهبل اللي بيحصل ده. فانا لازم بقى اوفر واشغل دماغي. طب انا بشغل دماغي ازاي؟ وعايزه اقول لكم ان اقسم لكم بالله انا ما بقول اي افكار وخلاص. انا بحبك زي ما انا على اي فيديو بستفاد منه، انت كمان لازم تكوني طالعه من الفيديو وانت مستفاده، تمام.
طيب السمنه هعمل ايه في السمنه؟ السمنه هعمل حاجه بسيطه جدا. عارفين اللبن اللي انت بتجيبيه كل يوم؟ اللبن اللي انت بتجيبيه، هجيب مثلا بيقضيني في الشهر 4 كيلو لبن، 5 كيلو لبن، 6 كيلو لبن، زي ما بيقضيكي في الشهر. هاعمل إيه؟ هاجيب اللبن، طبعًا أنا هاجيب اللبن أنصاص، اللبن مش هاجيبه كيلو، لإن لمّا باحط كيلو بسم الله الرحمن الرحيم ما أعرفش اللبن بيروح فين، فأنا هاجيب نُص، 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 وكل ما أعوز نُص هابدأ أطلّع من التلاجة بتاعتي، تمام؟ مع كل طلعة من التلاجة هاغلي اللبن بتاعي، وبعد كده هاعمل إيه، خلاص غليته والدنيا تمام، هاقوم مدخّلاه التلاجة تاني رامياه في التلاجة يوم كامل، يوم كامل. بعد ما يتحط في التلاجة يوم كامل هاطلّعه، هاخد القشطة بتاعته وفي بوكس صغير كده أحط فيه هاجمّع كل القشطة اللي أنا هاخدها خلال الشهر ده كله. أي لبن باغليه هاجمّع منه القشطة وهاحطها في بوكس على جنب. طب هنعمل إيه بالقشطة؟ طبعًا إحنا كلنا عارفين إن هنعمل بيها سمنة بلدي. طب إزاي برضه؟ طب ما كده برضه مش هتقضّي. بُصّي يا ستي، أنا باجيب من عند البقالة أو من عند الراجل من عند الراجل اللي بيبيع الرز وسكر الكلام ده، بالاقي برضو عنده سمنه سايبه. باجيب مثلا نص كيلو سمنه سايبه، بجيب كيلو سمنه سايبه وبحط عليه القشطه اللي احنا سيحناها وعملناها سمنه بلدي. وعايزه اقول لكم ان الريحه بتاعت السمنه بتكون بجد عالميه. يعني انت كده تكوني جبتي ما شاء الله سمنه بلدي، وفي نفس الوقت ريحه الاكل بتاعتك هتكون خطيره، وانت برضو موفره وعامله يعني توفير، وانت موفره في الميزانيه بتاعتك. تمام كده؟ طيب فهتكوني انت عامله ايه؟ الاكل بتاعك هيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت هتكوني موفره في الميزانيه بتاعتك. عايزه هتحطي عايزه تجيبي سمنه من معلبه براحتك زي ما تحبي. انا بجيب مثلا نص كيلو من السايبه، على الشويه اللي قضوني الشويه اللي طلعتهم من القشطه، السمنه اللي طلعتهم من القشطه، فبيديني كميه حلوه قوي للسمنه، وكمان طعمها بيكون حلو. تمام كده؟ طيب إيه كمان تاني للبقالة؟ ممكن أجيب مثلًا مربى، أجيب أكياس من الصغيرة بتاعة المربى دي، أو أجيب علبة مربى صغيرة، أجيب حلاوة لو عايزة أجيب حلاوة سايبة، أجيب ب20 حلاوة سايبة. عاوزة مثلًا إن أنا أوفّر ده كلّه، مثلًا قُمت من النوم الصبح ما لقيتش لا حلاوة ولا مربى ولا لقيت حاجة، لقيت شوية عسل أسود في التلاجة، هاعمل كده ساندوتشات عسل أسود معاها حبّة سمسم بين إيديّا كده. بين ايديا سمسم، وهحط كده هعمل مثلا لولادي سندوتشات الصبح جنبيهم شاي بلبن. طبعا الشاي بلبن من غير لا يستحسن بلاش شاي، يعني لو هتعملي اعملي لبن وجنبيه سندوتشات كده. طبعا اللبن ما يكونش فيه سكر عشان العسل فيه سكر، فبفتح السندوتش وبحط عليه بين ايديا كده شويه سمسم، فبيبقى حلو جدا جدا. وكميه الفوائد اللي في سندوتش العسل ده طبعا لا تعد ولا تحصى. مع السمسم كالسيوم وحديد، فبيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي، وبيقضي الغرض، وبنفطر بيه وبنشبع قوي. فما فيش مثلا ده نعمل سندوتش جبنه، نعمل مثلا قراقيش، عندك شويه دقيق عملتي بيهم قراقيش، عملتي بيهم قرص، برضو بتنفع قوي في الفطار وبتوفر عليكي ميزانيه الفطار. تمام. طيب ايه كمان؟ انا دلوقتي هجيب ايه؟ هجيب مثلا المكرونات، هجيب نيجي بقى مثلا للعدس، او هنيجي للبقوليات. تمام. طب انا هجيب ايه؟ هجيب نص كيلو من كل حاجه، نص كيلو من كل حاجه. الدنيا مزنقه معاك هنجيب ربع كيلو من اي حاجه. تمام. بس يعني اللي انا هقول لكم عليه دول بيبقى عايزين نص كيلو، لان هيرمي معاكم برضو كميه كتير وهيوفر معاكم قوي. انا دلوقتي هجيب نص كيلو عدس بجبه ونص كيلو عدس من الاصفر. طيب العدس بجبه هنعمل بيه ايه؟ العدس بجبه هنعمل بيه حاجات حلوه قوي. ايه؟ عملت مثلا مره بيه البرجر بتاع بديل اللحمه، يعني عملت العدس بجبه بديل اللحمه. نقعت شويه عدس بجبه وحطيت عليهم فلفل وطماطم وبصل، لا طماطم لا، حطيت فلفل وبصل، وطلعناهم وعملنا منهم كفته خطيره. ممكن كمان تعملي منها، ممكن تبقى كفته لوحدها تاكليها كده، وممكن تعمليها كفته بصلصه، فهتبقى حلوه قوي 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 للبديل اللحمه بتاعت بديل اللحمه عامه. يعني العدس بجبه حلو قوي وفوائده عاليه جدا جدا جدا، كبديل اللحمه. ممكن ان انا كمان بالعدس بجبه اطلع منه كشري، اخد منه كشري. تمام. ممكن ان انا مثلا اعمل بيه افكار كتيره بتقدر تتعمل بالعدس. لو دخلتي على اليوتيوب وقلتي افكار كتيره للعدس بجبه هتلاقي اكلات كتيره، يعني زي ما تحبي تعمليها.
تمام. طيب العدس بقى الاصفر، العدس الاصفر هعمل منه مثلا عدس بشعريه مره، هعمل منه عدس اصفر عادي، هعمل منه كشري بحري. الناس اللي ما تعرفش الكشري البحري ان انا بحط رز عليه عدس وجنبيه كده شويه صلصه صغيرين، وهنرجع لخطوه الصلصه وهقول لكم انا بعمل ايه. تمام، مش عايزين ان احنا نتوه من بعض. طيب هجيب نص كيلو فول مدمس، هجيب نص كيلو فول صويا، هجيب نص كيلو برغل. نحاول ننوع، لو هتجيب الفول الصويا الشهر ده خلاص ما تجيبيش برغل. هجيب انا بتكلم يا جماعه النص ده ممكن ان احنا نجيبه في اسبوع، ممكن ان احنا نجيبه اكيد مش هنجيب بالشهر كله نص كيلو فول صويا او فول مدشوش، لا هجيب مثلا نص كيلو في كل شهر. جبت مثلا نص كيلو في الاسبوع ده، مش هجيب النص كيلو في الاسبوع اللي جاي، وهكذا. هحاول ان انا انوع ما بين الاسابيع. تمام. طيب هجيب نص كيلو نشا، هجيب نص فشار او ب20 جنيه دولت فشار. دي طبعا رفاهيات، لو عايزه تجيبي سحلب، عايزه تجيبي فشار زي ما تحبي، عايزه تجيبي مثلا ب20 سحلب، في ناس بتبيع سحلب سايب، زي ما تحبي جيبيه هاتيه. تمام. طيب كمان انا لما بروح عند الراجل بلاقي عنده باكيتات مناديل. طب انا قررت ان انا اوفر شويه في المناديل، وبدل ما اجيب باكيته ب 36 ولا ب 40 جنيه، طب انا ممكن اجيب باكيتتين، تمام، يفضلوا معايا موجودين عندي، واستخدم حاجه تانية. ايه هي الحاجه التانية؟ هي المصفى. بدل ما بعمل البطاطس واحطها على المناديل، او الفراخ واحطها على المناديل، بقيت بعمل ايه؟ بقيت بعمل بدل ما بحط الفراخ، بدل ما بحط الفراخ على المناديل او البطاطس على المناديل، بحطها على ايه؟ بحطها على مصفى. اي مصفى موجوده عندك، هتقلي شويه بطاطس حطيهم في المصفى، هتقلي شويه طعميه حطيهم في المصفى. الحاجه دي يا جماعه هتنزل الزيت بتاعها وفي نفس الوقت هتكون مرمشه. تمام. والناس اللي بتحب تحط مثلا يعني تحت الطعميه مناديل، مفيش اي مشكله زي ما تحبوا. انا بقول لكم على افكار، وانتوا الافكار دي يا تحبوها يا بلاش. تمام. طيب قلنا ان احنا هنجيب نص كيلو من كل حاجه وخلاص. مكرونه هجيب مثلا كيسين مكرونه، هجيب كيسين مكرونه سباكيتي، كيسين مكرونه قلم، كيسين مكرونه من الصغيرين، وهشيل كيس. شوفي انت بقى تختاري ايه الحاجات اللي اولادك مش بيحبوها او المكرونه اللي مش بياكلوها كتير، فتبداي ان انت تطلعي كيس كده على جنب وهنحطه في البوكس بتاع رمضان. تمام. اتفضل منك حتى لو نص كيلو حطيه في البوكس بتاع رمضان. حلو الكلام. طيب تمام. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي خطوة الرز. الرز، وقلت لكم في الفيديو اللي فات عن الرز وانا بعمل ايه في الرز، وهقول لكم بس سريعا كده عشان لو حابين ان انتوا تعرفوا انا بعمل ايه مع الرز. بصوا يا جماعة، انا بجيب مثلا، لو انا هجيب في الشهر 4 اكياس رز، فانا بجيب كيسين رز او 2 كيلو رز، بجيبهم مكسرين، بجيبهم مكسرين. ايه ده ليه؟ يا ستي انا مثلا جيت في يوم اتزنقت وما كنتش معايا ميزانيه تنفع مثلا للرز، فانا عملت ايه؟ كنت عايزه اعمل محشي. تمام. فنزلت عند الراجل العطار، انزلي كده وتنصحي واساليه عن كل اسعار الرز، قولي له الرز عندك بيبدا من كام، من اول كام لحد كام. هيقولك من اول كذا لحد كذا. طب هو فين اللي انت بتقول عليه؟ اروح كده اشوف، وده مثلا بكذا، ويشاور لك على ده بكذا وده بكذا وده بكذا. وانا لما كنت بجيب قبل كده وعجبتني الفكره دي جدا، فقلت اقولها لكم. رحت عشان اجيب الرز، فلقيت رز كده مكسر ومكتوب عليه 20 جنيه، 20 جنيه الكيلو. فقلت له طب الرز ده انا ممكن اجيب منه نص كيلو عادي مفيش مشكله. قال لي مفيش مشكله. خدت النص كيلو بكام؟ ب10 جنيه. رز مكسر، رز يا جماعه كان فيه حبايه وحبايه. فلقيت وعملت بيه المحشي، اقسم لكم بالله كان طعمه سكر. فلقيت ان الله، طب ما احنا ممكن نعمل محشي، وكده كده المحشي الرز بيتكسر جواه، فانا هستخدمه حلو قوي. انا ممكن مثلا اعمل كفتة رز، فالرز بتاعي هيبقى مكسر، فهطحنه طحنتين مش هياخد معايا وقت كبير، فهيبقى حلو جدا جدا في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كفتة الرز. انا ممكن اخد رز من المكسر ده واعمل مثلا منه، ازوده على السحلب اللي انا جبته، لان السحلب بيتعمل من الرز المطحون، واحطه على السحلب ونشربه ونتدفى، ويبقى مشروب بالليل كده يدفينا في الشتاء اللي احنا فيها دي. فلقيت ان الرز ليه فوائد كتيره قوي قوي، فبدات ان انا اجيب مثلا، لو كنت هجيب 4 اكياس رز،
فبجيب كيسين او 2 كيلو رز بيكون مكسر. تمام. طيب خلصنا من المكرونه وخلصنا من الرز وخلصنا من البقوليات. الدقيق. طيب انت بتجيبي قد ايه دقيق؟ انا ما بحبش اجيب دقيق كتير عشان اكون صريحه معاكم، ما بحبش اجيب حاجه تضرني. طبعا كلنا عارفين ان الدقيق الابيض ضرره اكتر من فايدته، لان مفيش فايده. تمام. لان الدقيق الابيض ده متاخد منه كل الفايده وبيبيعوه للناس يعني. تمام. فلقيت ان الفايده ايه الدقيق يا جماعه اللي مفيد اللي اقدر اعمل بيه مخبوزات، فقال لك الدقيق الاسمر. فسالت على الدقيق الاسمر لقيته هيبقى ميزانيه لوحده. فقلت طب انا لازم اتصرف. انا دلوقتي انا ما بكونش مبسوطه على فكره لما حتى بعمل قراقيش او بعمل قرص. اي نعم بتوفر معايا، بس ما بكونش مبسوطه لان انا بدخل جسم بنتي حاجات ضاره يعني. تمام. وطبعا خشوا كده على جوجل وشوفوا اضرار الدقيق الابيض قد ايه. فقلت الله، طب انا لازم اتصرف. يعني هو خلاص الدنيا زنقت وقفلت، لا ما قفلتش، انا لازم اتصرف. طب هتعملي ايه؟ هجيب مثلا، لو انا هجيب 2 كيلو دقيق، فانا هخلي كيلو للقراقيش اللي انا هعملها. عايزه برضو احط منها من اللي انا هقول لكم عليه ده، مفيش مشكله زي ما تحبوا. وهخلي الكيلو التاني هعمل منه عيش، هعمل منه اي حاجه. عيش مثلا هحط عليه جبنه، هحط عليه مربى، اي حاجه هعملها. هعمل مثلا فايش، هعمل اي حاجه. هعمل ايه بقى؟ هجيب ال2 كيلو دقيق دول، كيلو هعمل منه المخبوزات وكيلو هعمل منه الفايش او العيش. هعمل ايه بقى؟ هحط على كيلو من الكيلوهين الموجودين عندي دول نص كيلو من الرده. نص كيلو من الرده. حد يجي يقول لي ان الرده مش مفيده، حد يجي يقول لي ان الرده ما بتخسس. الرده فيها كميه فوائد عاليه جدا جدا جدا. فانا قلت الله، يعني طب ما انا ليه ما احطش الرده واحطها كده في المخبوزات، وفي نفس الوقت ضميري ما يأنبنيش ان انا بعمل حاجه مضره لبنتي وتكون مفيده، فليه لا؟ فحبيت قوي فكره ان انا احط على الدقيق رده، وهوريها لكم كمان عملي وانا بعمله فايش، بعمله عيش. وباذن الله هقول لكم على افكار حلوه جدا عمليه. استنوا بس الفيديوهات اللي جايه، فيديوهات ايه جايه من الاخر، وفيديوهات ما بيحبش ان انا اطول وازيد واعيد فيها، عشان خاطر ما بحبش اتوه المتابع اللي بيتفرج عليا او اقول له حاجات ما بتحصلش. لا، بحب الحاجه اللي انا بقول عليها تحصل. خطوه اللبن نسيت اقول لكم عليها. اللبن يا جماعه لو هنجيبه زي ما قلت لكم هنجيبه نصاص. طب انا الظروف ممكن تعمل معايا او الاقي الشهر خلص عليا من غير لبن، فانا ممكن اجيب يا جماعه لبن البودره بيتباع سايب. هجيب ب 20 جنيه، هجيب ب 30 جنيه لبن بودره. هيوفر معايا لو جبت مثلا 2 كيلو لبن كل كيلو مثلا في اسبوع، او حسب ما شوفي ميزانيتك قد ايه. فلو اللبن قصر معايا يعني في اخر الشهر، هاخد من اللبن البودره الموجود عندي ده. واللبن البودره بيرمي كتير بصراحه، وبيفضل معاكي كمان لاخر الشهر. تمام. طيب نيجي بعد كده لخطوه التوابل. التوابل وانا واقفه عند العطار هجيب ايه؟ هجيب ب 20 جنيه كوبيبه صيني، و او ب 10 جنيه كوبيبه صيني، وب 20 جنيه فلفل اسود. انا كنت بشتري الفلفل الاسود مطحون يا جماعه، بس بعد ما بقيت بعمل الطريقه دي لقيت والدتي الله يحفظها لي ويبارك لي يبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. بقيت بتعمل الحركه دي، فبقيت بعملها زيها يعني. بجيب ايه؟ بجيب بالظبط ب 10 جنيه اسمه ايه كوبيبه صيني، عليهم ب 20 جنيه او ب 30 جنيه فلفل اسود، وبضرب الاتنين مع بعض في المطحنه بيدوني كميه حلوه يا جماعه. احسن ما اجيب فلفل اسود ب 20 جنيه او ب 30 جنيه مطحون يدوني حبه بين ايديا قد كده. فالفكره دي برضو حلوه قوي. بجيب مثلا بقى بصراحه بالتوابل بجيب ب 10 كزبره، 10 بابريكا، 10 كمون، 10 اي حاجه من اللي انت عايزه تجيبيها ده في التوابل. بس عايزه تسيبي الكزبره والكلام ده كله وتجيبي اكياس من الجاهزه، الكياس التوابل الجاهزه دي مفيش برضو مشكله، تاخدي بين ايديكي بتدي طعم حلو جدا احسن ما تحطي كميات كبيره من التوابل. حلو الكلام. حلو الكلام لحد كده. طيب احنا بقى خلصنا البقاله والفطار والكلام ده كله، والحمد لله جينا بقى على خطوه السوق. خطوة السوق هي الخطوة اللي بحبها جدا جدا، واللي أنا لازم أتكلم فيها عن الأساسيات وأقول لكم إيه الأساسيات اللي إحنا لازم نعملها. طيب في الطماطم، أنا الفيديو اللي قبل ده على طول منزله لكم فيه طريقة الطماطم. الطماطم اللي أنا بعملها صلصة، واللي محدش هيقول لكم عليها تاني، لأن أنا بقولها لكم بالتفصيل. كل اللي بيعمل بيحط الطماطم على النار وبيديها غلوتين وبيعصرها وبيرموها في الفريزر. لا، طب ما أنا عايزاكي تعملي صلصة معلبة زي ما بتجيبيها من بره، واحسن واطعم وانضف مليون مره.
طيب الفيديو انا يعني مش هقدر اشرحها لكم دلوقتي، بس في الفيديو اللي قبل ده في كل حاجه بالتفصيل عن صلصه الطماطم. تمام. بجيب مثلا 2 كيلو طماطم بينفعوني للشهر. بجيب معاه كيلو من طماطم اللي هي بتكون يعني شويه مستويه، حاجه بسيطه قوي. تمام. هو الراجل بيعبيها، باخدها وبعملها الصلصه وبحطها في الفريزر. تمام كده، تمام وزي الفل. طيب خلاص جبنا الطماطم وظبطنا امور الطماطم. طيب هعمل ايه بقى؟ هتجيب البصل. البصل يا جماعه، البصل وعمايله. بصوا بقى على خطوه البصل دي، وهي فكرتها حلوه قوي قوي قوي. بجيب ايه؟ بجيب مثلا 2 كيلو بصل. تمام. على حسب ما انتي بجيب 2 كيلو بصل. كيلو بخليه موجود لاي حاجه انا عاوزه اعملها، للسلطه لاي حاجه. والكيلو التاني بقشره كله وبحطه في الكبه، بفرمه مع شويه فلفل، مع ربع كيلو فلفل، مع اي فلفل يكون، اي شويه فلفل موجودين عندك في التلاجة حطيهم مع البصل. وحطيهم بقى كده في اكياس في الفريزر. وحطيهم بقى كده في اكياس وحطيهم في الفريزر. اي اكله او اي تخديعه خدي جزء وخدعي بيه الصلصه اللي انت هتعمليها او اي حاجه هتعمليها، مع شويه لحمه مفرومه، مع شويه اي حاجه عايزه تعملي اي اكله. فعايزه اقول لك ان الفكره بتاعت البصل دي عالميه، وخصوصا ان البصل الفتره اللي جايه هيولع، مش هيغلى، هو هيولع. فالفكره دي حلوه قوي، انك تجيبي بصل وتفرميه مع الفلفل وتعبيه في كده في اكياس وتحطيه في الفريزر. الفلفل هيدي كميه اكتر للبصل، وهيبقى معاكي الكميه هتزيد وهتوفر معاكي. تمام. قلنا الطماطم وقلنا البصل والفلفل اهو. يعني قلنا مثلا هجيب كيلو فلفل، هناخد نصه للبصل والنص التاني هخليه عندي في الشهر. تمام. اعملي حركة حلوة كده، خلي 100 للخضار و50 جنيه الخضار المتغير. يعني مثلا خلي 100 جنيه لأي خضار موجود عندك، ملوخية، طماطم، بصل، فلفل، أي حاجة، جزر. وخلي 50 جنيه مثلا هجيب كوسة، هجيب سلق، هجيب قلقاس، هجيب سبانخ. بيبقى أي حاجة كده متغيرة بتجيبيها زيادة عشان توفر معاكي في الشهر أو الأسبوع بتاعك، على حسب ما انت بتعملي ميزانية شهر، ميزانية أسبوع، ميزانية 10 أيام، زي ما تحبي. تمام. طيب انا دلوقتي هخليني ماشيه معاكم وهقول لكم في الاخر الافكار دي. برضو فكره حلوه قوي انا عاملاها لكم كده، مخليها على جنب عشان اقولها لكم في الاخر. حلو الكلام. طيب آه نقول المنظفات ده. انا افتكرت كمان فكرتين مش فكره واحده، ففكروني ان انا اقول لكم الافكار الحلوه دي. عاوزه اقسم بالله اقول لكم كل حاجه، كل حاجه في دماغي عاوزه اقولها لكم، ومش عاوزه استخسر عليكم ولا ابخل عليكم باي معلومه. تمام. نيجي بقى لخطوه المنظفات، وهي فكرتها حلوه قوي. وان انا كمان والله عايزه اقول لكم انا بعملها جوه دلوقتي، و مبسوطه قوي ان انا عملتها. تمام. وجربتها قبل كده وخلصت الحمد لله، فقلت اجربها تاني. تمام. طيب المنظفات هعمل ايه؟ هجيب كيلو من المسحوق. لو دلوقتي الكيلو ده او 2 كيلو دول هيقضوني مثلا اسبوعين. حلو الكلام. هجيب ال 2 كيلو، هجيب الكيلو، هجيب معاهم كيس اوكسي او كيس بريكس ب 10 ب 20. تمام. واحطه عليهم. بس كده؟ لا. هجيب بقى الطبق عندي، برضو عامله لكم فيديو. هجيب الطبق عندي وهحط فيه المسحوق، وهحط فيه الكيس الاوكسي او كيس البريكس، وهجيب بقى ب 10 جنيه كده حلوين من بلح الليمون، وب 10 من البيكربوناتو. ومثلا ممكن اجيب اي كيس مزيل بقع. تمام. اي مزيل بقع اللي هو البودره فانيش، لا فانيش لا بلاش فانيش، اي نوع تاني، كلوركس او اي حاجه. تمام. وهحطه على المسحوق بتاعي. طب بس كده خلاص؟ يعني كلنا عارفين ده مسحوق على البيكربوناتو على ملح الليمون بس، خلاص كده؟ لا يا ست الكل. كنت بجيب الطريقه دي او كنت بعمل الطريقه دي وكانت الدنيا بتخسر معايا تماما. تمام. بيبقى المسحوق بيخلص مني هوا. فبقيت بعمل ايه بقى؟ بقيت بعمل الصابون البلدي. الصابون البلدي. الصابون البلدي بعمله وبسيبه بقى 10 ايام 20 يوم لحد ما يجف زي ما هو حابب وعاوز. وبعد كده بقى ببدا ان انا احطه في الكبه بتاعتي، اقطعه قطع كده صغيره واحطه في الكبه، او ابشره على ايديا قطع صغيره جدا. فبيديني، عارفين البودره؟ بيديني كده، بيبقى عامل زي البودره، او حطوه في المطحنه زي ما تحبوا. بيديني كده، عارفين بودره الصابون؟ باعمل بقى، باخد كل الكميه دي. طبعا احنا عارفين الصابون البلدي بيطلع كميه بقع بيبقى احسن من المسحوق مليون الف مره، مليون الف مره، مع شرابات بيضه، مع فلنات، مع اي حاجه بيضه واي حاجه فيها بقع.
فباخد بقى كميه الصابون اللي انا عملتها دي وبحطها على المسحوق، اقسم بالله بيقضي معايا الشهر وشويه، وبخش كمان على الشهر الجديد وانا عندي الكميه بتاعت الصابون دي. تمام. طيب هجيب ايه؟ عايزه طبعا اجيب صابونه الوش. صابونه الوش رحت كده عند الراجل بتاع المنظفات، فقعدت كده ادور كده واشوف انت عندك صابون بكام، بيبدا من كام. فقال لي في انواع صابون بتبدا مثلا من 20، من 30، من قعد يقول لي على الاسعار كلها. وقال لي في صابون بيبدا معايا ب 10 جنيه، من اول 10 جنيه. قلت له والله؟ قال لي اه والله. صابونه مثلا مكسره كده من على الجنب، صابونه مخدوشه من على الجنب، صابونه هي في كويس منها بس بتكون ناشفه شويه. ف لا جبت منها حاجات كويسه والله العظيم وحلوه جدا جدا جدا، ونفعت معايا وفرت معايا في الميزانيه. فغالي دماغك صح. يعني أنا دلوقتي رحت لبتاع الصابون قال لي على اسعار الصابون، فانا اقول له طب ايه اقل من كده؟ ايه الاسعار اللي اقل من كده؟ فبدا بيقول لي مثلا المره اللي فاتت قال لي في صابونه بتبدا من 10 جنيه. البوكس الصغير ده فيه 10 جنيه، يبدا من اول 10 جنيه. فقعدت ادور 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 واشوف الاقي الصابون الحاجات كلها طبعا مغلفه، بس فيها مثلا قطعه، فيها كسره، الكلام ده كله، لحد ما دورت ولقيت مثلا خدت 4 صابونات. تمام، نفعوا معايا. بدل ما اروح اجيب صابونه ب 20 جنيه ولا ب 35 جنيه ولا ب 40 جنيه، جبت الصابونه بتبدا معايا من 10 جنيه، وفرت معايا حلوه قوي. تمام. ممكن مثلا اجيب ب 10 جنيه كلور، ب 20 جنيه كلور. الكلور حلو قوي قوي قوي، بس الكلور هنستغنى عنه لو احنا عملنا خطوه الصابون البلدي ده. هنحط في الصابون البلدي كلور، فهنستغنى تماما عن خطوه الكلور، وهنحطها في الصابون البلدي اللي انا هعمل لكم شويه صابون بلدي ريحه ونظافه ومجمع كميه افكار. لان انا بحب ايه، في اي فيديو زي ما انتم عارفين بحب ازرع كميه افكار يعني زي ما اقول لكم ايه، ادس كميه افكار في الفيديو ده. المهم ان الفيديو يكون متظبط ودسم بكل الافكار اللي فيه. تمام. فباذن الله هعمل لكم طريقه الصابون البلدي واللي انا بعملها جوه دلوقتي، والصابون بقى طبعا سايباه بينشف، وهوريكم كل حاجه بالتفصيل. تمام. طيب خلاص خلصنا خطوه المنظفات والدنيا تمام جدا. نيجي بقى لخطوه اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي حاليا ما لسه ما نزلتش السوق، فما اعرفش سعر اللحمه بقى بكام دلوقتي. فانا هقول لكم برضو على الافكار. تمام. انا في مره من المرات كان عندي عزومه، تمام، ومش هكدب عليكم كان عندي اخت جوزي، تمام، وما كنتش عارفه اعمل ايه، والدنيا كانت مزنقه، وكنت عايزه اعمل مكرونه بشاميل، والدنيا كانت مزنقه معايا زنقه ما يعلم بها الا ربنا. فلقيت عندي كده نص كيلو بالظبط لحمه في التلاجة. فعملت ايه؟ وكان عندي كمان في التلاجة قوانص. لقيت نص كيلو لحمه في التلاجة. طب قلت هل النص كيلو ده هقدر اعمل بيه صينيه كبيره للبشاميل؟ وطبعا ما كانتش هي بس، كان برضو معاها حد تاني. فلقيت ان الدنيا هتبوظ معايا، فقلت ايه؟ طيب. فتحت كده الفريزر، ما لقيتش غير نص كيلو اللحمه. قلت طب انا مش هينفع ولازم اتصرف. لقيت كده جنب كيس اللحمه كيس قوانص. كيس قوانص. انت ما تعرفيش ان اللحمه ممكن ان احنا نزود اللحمه المفرومه بالقوانص؟ لو انت ما تعرفيش الفكره دي اعملي لي لايك بقى، اعملي لي لايك دلوقتي حالا كده، انا قلتها لك وعجبتك اعملي لي لايك. تمام. ف عملت ايه؟ رحت جايبه القوانص، منضفاها كويس جدا، ونقعها في الليمون في الليمون في الليمون في الليمون، مفيش حل غير الليمون وشويه ملح. وبعد ما خلصتها صفيتها من الميه كلها، ودخلت بقى بيها على الكبه، يعني قصيتها كده بالمقص نصين بالظبط، ونزلت بيهم على الكبه، فرمتهم فرمه محترمه. بس يستحسن انك انت تصفي القوانص تصفيه محترمه قوي قوي من الميه، تسيبيها كده شويه على جنب. تمام. وفرمتها كويس جدا 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 في الكبه، ونزلت بقى بيها كده في شويه بصله، كانك يا جماعه هتعصجي لحمه، ما تعمليش اي حاجه تانية، كانك هتعصجي لحمه. تمام. ورحت عصقتها وزي الفل، وتقلت لها كده البهارات وظبطتها. والله العظيم ما فرقتش حاجه عن اللحمه العاديه. وبرضه باذن الله هعملها لكم في فيديو واوريها لكم كده قدام عينيكم. تمام. عملت القوانص بتاعتي عصقتها زي طريقه اللحمه العاديه، وحطيت عليهم بقيه اللحمه الموجوده عندي، عملت منهم المكرونه البشاميل. ومحدش عرف ان انا عملت المكرونه البشاميل من القوانص. عملت منهم مره مثلا، عملت منهم بعد كده الحواوشي، والله العظيم ومحدش عرف ان انا عملتها بالقوانص. تمام.
فافكار القوانص حلوه جدا مع اللحمه. انا دلوقتي جبت معايا نص كيلو لحمه وجبت كيلو قوانص، فانا بقى عندي 2 كيلو لحمه مفروم حلوين جدا وزي الفل وطعمهم حلو جدا. عندك شويه دهن او شويه ليا، ابشري او في الكبه بتاعتك افرمي وحطيهم على الكلام ده، بقى عندك ما شاء الله كميه حلوه جدا من اللحمه المفرومه. تمام كده. طيب نيجي بقى لخطوه الفراخ. الفراخ ليها افكار كتير، انك ممكن مثلا من كل حاجه تجيبي نص كيلو، او انك انت مثلا تجيبي فرختين كبار وتبداي ان انت تقسمي كل فرخه لوحدها. فالفراخ ليها افكار كتير وليها طرق كتير. هتجيبي مثلا الصدور، هعمل مثلا صدر، هعمل مثلا منه مره شاورما في العيش السوري وهيبقى غدا. النص التاني هعمل مثلا منه كفتة فراخ، برجر فراخ. هحاول ان انا اتصرف في الفراخ حسب ما تحبي وحسب ولادك بيحبوا الصدور، بيحبوا الوراك، بيحبوا القوانص، بيحبوا كل حاجة. كل حد على حسب ما الميزانية بتاعته وعلى حسب ما ولاده بيحبوا ايه. زي ما قلت لكم هاخد من الصدور كفتة، هاخد برجر، هاخد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هاخد ناجتس، هاخد افكار كتيرة جدا للصدور. الوراك هعملها مثلا جنبيها شوية بطاطس وجنبيها شوية ملوخية وكان الله بالسر عليهم ومعاهم كده شوية عيش وزي الفل وطعمها حلو جدا. او هاخد مثلا الوراك، هجيب طبق كده وراك هحط مثلا معاه جناحين وهتبقى اكله. هجيب مثلا بواقي الفرخه اللي هي من الحته اللي موجوده كده من تحت كده، يعني هقطع منها حته عشان انا ما بحبش الحته دي، هقطع منها حاجه فهتفضل كده عظم كده او عظميه كده فيها لحمه مع الزور. ويستحسن ان احنا نشيل من الزور يا جماعه في سمين كده بيبقى ابيض مدور كده، ده شيلوه عشان ده غلط جدا. تمام. هاخدهم دول وهحطهم كده مثلا جنبهم قوانص، هحطهم جنبيهم اي حتت فراخ صغيره تفضل معايا هعملهم برضو كاكله. فالفرخه او الفرختين اللي انت هتجيبيهم هيطلعوا لك افكار كتيره جدا جدا. تمام. زي ما تحبي بقى اعملي. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده كمان عندي الاسماك او السمك. ايه بقى اللي انا بقيت بعمله واللي مش عارفه هيعجبكم ولا لا؟ وبرده لو عجبك الفكره اللي انا هقولها لك دي اعملي لي لايك واعملي لي كده كومنت يبقى زي السكر كده زيك. تمام. طيب ايه الحاجه اللي بقيت بعملها؟ ان انا بقيت بجيب، طبعا احنا داخلين على الشتاء والشتاء يعني بسارية. حلو الكلام. الشتاء يعني جمبري الغلابه. طب هنعمل ايه؟ انا بقيت بجيب مثلا، جبت 2 كيلو بسارية. كيلو عملته كيلو عملته عادي بالدقيق وقلته في الزيت واكله وطعمها زي الفل. والكيلو التاني عملت منه التونه، عارفين زيها كده عامله زي مش التونه، عامله زي المخلل، بخللها يعني بخللها بالبابريكا وبالزيت وبالملح وكده والكلام ده، وبقطعها تبقى عامله زي التونه، بعملها كده بالطحينه او تاكليها كده حاف بتبقى عامله زي التونه، طعمها عامل زي التونه بالظبط او اقل عشان ما اكدبش عليكم، بس طعمها حلو قوي. عارفين عامله زي ايه؟ عامله زي سمك العنبريه، لو تعرفوا سمك العنبريه فبيبقى طعمه جميل بجد بجد. فجربت الفكره دي ولقيتها وفرت معايا جدا ما شاء الله. كيلو بس ما بعملش الكيلو كله يعني في الغدا. فبجيب مثلا 2 كيلو بسارية، كيلو هعمل منه مقلي والكيلو التاني هعمل منه مخلل، بسارية مخللة يعني. وبطلعهم كده مثلا باخد جزء من البسارية المقلية مع الخطوة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي وهي خطوة السمك. في السمك انا بروح عند الراجل بنقي مثلا سمكتين من كل حاجة، نص كيلو من كل حاجة، ويكون مثلا سمك صغير او سمك طويل. باخد كده سمكتين من كل سمك موجود قدامي. ليه بقى؟ انا بحب الطبق بتاع السمك بتاعي. انا مثلا يا ستي انا عاوزه اكل عيالي، يبقى اكلهم مثلا مره مرتين في الشهر، 3 مرات في الشهر في سفور. فانا عاوزه اكلهم وافيدهم وفي نفس الوقت اوفر على نفسي وبرضه يكون الشكل حلو والطبق حلو قدامي. طب بعمل ايه؟ رحت قبل كده عند الراجل، لقيت عنده شيكال، لقيت عنده انواع كتيره جدا من السمك، فقلت له لو سمحت انا عايزه كيس وانقي من كل حاجه سمكتين بالظبط. طب ازاي؟ مش هينفع. لا انا عاوزه من كل حاجه سمكتين. قال لي خلاص ماشي مفيش مشكله. طبعا جبت كيلو شيكال. لو حد يعرف ايه الشيكال ده، اللي هو جمبري الغلابه يعني، ابحثوا كده عنه على اليوتيوب هتلاقوا ناس كتير جايباه وعاملاه.
فحلو قوي 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 ان انا اخد مثلا شويه بايديا من الشيكال، جنب شويه من البسارية المحمره، جنب مثلا سمكتين او سمكه، وكده يبقى غدا ويبقى طعمه زي الفل ويشبع وكمان بتوفري. باخد مثلا سمكه من كل حاجه انا جايباها وتبقى اكله، وهكذا الاسبوع اللي بعده اخد سمكه من كل حاجه انا جايباها، جنبيهم شويه بسارية مخلله او جنبيهم شويه بسارية مقليه، وبتطلعي كميه افكار من البسارية او السمك. فبجد بجد الافكار دي حلوه قوي 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 وعجبتني، وانا جربتها عشان كده انا قلت لكم عليها. حلو الكلام. طيب ايه كمان؟ اه طب خلاص كده، خلاص خلصنا السمك واللحوم. قلنا هنجيب اللحمه، هنجيب نص كيلو من القوانص معاهم نص كيلو من اللحمه، او كيلو من القوانص معاهم نص من اللحمه، وهنظبط الميزانيه بتاعتنا. قلنا كمان الفراخ هنجيب فرختين وهنطلع منهم كل حاجه احنا عاوزينها. قلنا كمان هنجيب الاسماك، هنجيب سمكتين من كل حاجه، او هجيب كيلو بسارية او نص كيلو بسارية، جنبيهم مثلا جمبري الغلابه او الشيكال اللي طالع جديد ده. حلو الكلام كده، خلاص خلصنا بند اللحوم. طيب نيجي بقى للفكره اللي بتريحني قوي 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 وبتوفر عليا فكره ايه ده، هو انا هعمل ايه بكره؟ تمام. بخلي الورقه دي قدامي كده على التلاجة على طول وباخد منها الافكار. طيب بعمل ايه؟ بكتب مكرونه، عيش، رز، سلطه. مكرونه، عيش، رز، سلطه. وبكتب بقى من جوه فراخ، لحمه، سمك، او اكل ارداحي. باقول مثلًا طب أنا النهارده هاعمل ملوخية، طب هاعمل ملوخية وفراخ، تمام، طيب حلو، أنا النهارده هاكل حاجة أرداحي، فهاعملها بالعيش، طب أنا النهارده هاعمل لحمة، فهاعمل جنبيها رز، طب أنا هاعمل السمك، فهاعمل معاه سلطة، فبيحاول إن هو يوفّر معاكِ ويضبّط لِك كده دماغِك. أنا النهارده مثلًا هاعمل مكرونة ولحمة، أنا هاعمل مكرونة وسمك، هاعمل قصدي رز وسمك. فباحاول إن الطريقة دي أو الفكرة دي حطّوها دايمًا كده في دماغكم، مكرونه، عيش، رز، سلطه. تمام، باحطهم كده في دماغي على جنب، وباحط بقى بافتح بوكس كبير باحط فراخ، لحمه، سمك، او اي اكل ارداحي انت هتعمليه. تمام كده. فالفكره دي بتبقى حلوه قوي قوي، بتوفر عليا فكره ان انا عايزه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه. ف بتوفر معاكي فكره ان انا لا، انا بكره في غدا، خلاص انا الفكره حضرت في دماغي، فانا مش هحتاج ان انا افكر في اكله ايه بكره. انا هقول لكم على فكره حلوه قوي. لما كنت باخد فلوس الشهر كنت باجري على السوق اروح اشتري كل حاجه بفلوس الشهر بتاعتي. تمام. كنت بلاقي اخر الشهر الدنيا مش معايا فلوس، والدنيا زنقت معايا في الفلوس، وكمان مش عارفه اعمل ايه. بلاقي حتى بقيه الحاجات اللي بتفضل معايا، طب انا بقول طب ما انا مثلا بدل ما انا بلاقي رز فاضل او لسان عصفور فاضل او الكلام ده كله، فانا ليه ما احولوش لفلوس ويفضل معايا الفلوس موجوده معايا لحد اخر الشهر؟ فدي كانت اكتر حاجه غلط انا بعملها. باخد الفلوس وبجري على طول على السوق بجيب منها كل حاجه انا عاوزاها. تمام. فبقيت بعمل ايه؟ يا اما ميزانيه 10 ايام يا اما ميزانيه الاسبوع. فبقيت باخد مثلا كده، فانا بقيت باخد مثلا كده كل اسبوع احط 200 جنيه للاسبوع ده، احط 250 جنيه للاسبوع ده، واحطها في ورقه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، واحطها مثلا في ورقه واخليها على جنب. طب انا هجيب منهم ايه؟ خلاص انا هنزل السوق بال 250 جنيه دول لمده للاسبوع ده، هجيب منهم كل حاجه، وهحاول كمان ان انا اوفر من ال 250 جنيه دي، طبعا على حسب ميزانيتك وعلى حسب اللي انت بتحتاجيه. حاجات العطاره هتحاولي ان انت تظبطي الطريقه دي، ده لو انت عاوزه الحاجه بالشهر. لو عاوزه الحاجه بالاسبوع زي ما بقول لك، كل اسبوع هحط 250 جنيه على جنب، ومش هقدر ان انا اجي جنبهم. تمام. بس قبل ما اظبط كده فلوس الشهر، هكون مظبطه حاجتي، هكون مظبطه الجمعيه اللي انا بعملها مع نفسي او الجمعيه اللي بعملها بره، او فلوس التوفير اللي انا بعملها. فهشيل كده من اي فلوس مثلا او حسب الميزانيه بتاعتي، هشيل 100 جنيه كده على جنب، وخلاص مش هاجي جنبها تماما. باذن الله هعمل لكم ميزانيه بجد بجد حلوه وهتستفادوا منها قوي. فمش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس هعمل لكم ميزانيه حلوه قوي قوي وبالورقه والقلم، وهظبط لكم الدنيا باذن الله. فما تنسى في فكره ما تنسونيش ان انا اقولها لكم. نخلي دول بس كده على جنب. في فكره هقول لكم عليها حلوه قوي قوي قوي. احنا دلوقتي عندنا لبس قديم. تمام. هقول لك ان انت لو جزء منه هتطلعي لله، والجزء التاني هقول لك على حته فكره بقى، عشان بس بالله عليكم لما اقول لكم تعملوا لي لايك
وتكتبوا لي كده كومنت حلو كده وزي قلبكم، هقول لكم بقى على حته فكره بقى تبقى اللي في الروقان، وهجيب لكم كده بقى من الاخر. تمام. طبعا احنا كلنا عندنا في الدولاب عبايات شتوي، حلو الكلام. بس في عبايات مثلا ضاقت، عبايات قصرت ومركونه زي ما هي وما بنعملش منها اي حاجه. تمام. ومش عايزين اكيد نقصها ونعملها فرط، والكلام ده كله خساره. طب نعمل ايه؟ اقول لكم انا على حاجه حلوه. هاخد العبايات بتاعت الشتوي اللي ضاقت او قصرت عليا، وهروح اجري على الخياط. هروح اجري على الخياط، هقول له لو سمحت انا عايزه من كل عبايه بنطلون شتوي، بنطلون ترنج. حاجه وحشه؟ حاجه غلط؟ لا، ما عملناش حاجه غلط. عجبتني الفكره دي قوي. لقيتها وانا بخيط حاجه عند الخياط بظبطها، لقيت واحده بتقول له الفكره دي، فعجبتني قوي قوي، وهو رحب جدا بالفكره. لان طبعا ان الناس كلها عارفه ان الظروف ما بقتش احسن حاجه، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. فعجبتني قوي الفكره دي، فقلت اقولها لكم. خدت 4 عبايات من عندها كانوا ضيقين عليها، وراح عمل لهم بيها بنطلونات شتوي. وسالتها قلت لها طب انت بتلاقي تيشرتات منين وكده؟ قالت لي بحاول اظبطها مع نفسي في البيت كده، لو لقيت تيشرت بظبطه على البنطلون ده. مثلا عبايه كانت سودا عملت منها بنطلون ترنج، فبظبط كده ترنج على بعضه. وكمان اللي بيفضل من العبايه بعمل منه مثلا بنطلون لبنتي اذا كانت صغيره، او مثلا يعني على حسب بقى حجم العبايه او مقاس العبايه. فقالت لي انا طلعت منه ترنج ليا، بنطلون ترنج ليا، وكمان طلعت منه بنطلون لبنتي. فعجبتني قوي 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 الفكره، وحبيت لا لو انا عايزه اعملها، يعني انا عايزه اتصرف وعايزه اعملها، وباذن الله هعملها وهوريكم. كده كان نهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبك، ولو الفيديو بتاعي عجبك شويه صغيرين، شويه صغيرين خالص، اعملي لايك. لو عجبك كتير اعملي كده كومنت، ولو الافكار اللي فيه عجبتك برضو اعملي لي لايك وكومنت مع بعض. تمام. والفيديو بتاعي كده خلاص خلص، واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبك، وكنت كده خفيفه على قلبكم. واسيبكم في رعايه الله في فيديوهات تانية جديده وافكار افضل وافضل للميزانيه. اسيبكم بقى في رعايه الله.